النهارده احنا عرفنا ازاي نقدر نميز عند التاجر واحنا واقفين انا بشتري حاجه بتقعد العمر كله يا جماعه. يا مساء الفل. ناس كتير عايزة تعرف ايه الفرق بين مونوليكس الفرنساوي الأصلي وبين مونوليكس المضروب. احنا النهاردة هنعرفك ازاي تعرفي الأصلي من المضروب. السلام عليكم. النهارده معانا خلاط مونوليكس فرنساوي اللي هو بيكون 700 واط. بيكون 700 واط. ازاي اعرف النهارده الخلاط الاصلي من المضروب؟ لان انتشر في الفتره الاخيره دي حاجات كتير قوي من المونوليكس نفس الكرتونه ونفس الشكل ولكن مش الاصلي. وناس كتير قوي بتقع في المشكله دي، يعني بتدور على فرق السعر، يعني مقارنه بسعر ده بسعر التاني بيبقى فيه فرق، وفي ناس ما بتديش الفرق ده، بيبقى حاجه بسيطه 200 300 وتقول لك انا ببيعه ارخص، لكن بيبقى في الاصل هو مش اصلي، مضروب خالص. طيب النهارده انا عايز اتاكد ازاي اكون بشتري خلاط يكون فرنساوي واصلي ومش مضروب، وازاي اقفله وازاي اشتغل بيه وايه الحاجات اللي بتيجي معاه. تمام. النهارده مبدئيا كده بيكون معانا ده شكل الكرتونه بتاعته، ونفس الكرتونه بتبقى نفس الكرتونه بالظبط على الحاجات اللي مضروبه، ولكن هنا بيفرق حاجات بسيطه. في عندنا هنا علامه الكيو ار دي برقم، والرقم ده المفروض ان انا بيبقى موجود عندي فين؟ على الجهاز. على الجهاز اللي هو الخلاط نفسه. وبرده بيبقى في علامه كيو ار على الخلاط نفسه. كويس. طيب هنا بيكون الكلام زي ما حضرتك شايفه كده باين معانا ولا لا؟ بارز. طيب بيكون بارز وبيكون عالي وواطي زي ما حضرتك شايفه. أيوة. ده مش كتابه، بتكون مونوليكس، كلمه مونوليكس بتكون بنفس الايه؟ بنفس الوضعيه. كويس. طيب في رقم هنا، المفروض ان الرقم ده رقم ايه؟ رقم الخلاط اللي هو اهو باين معانا، شايفاه؟ أيوة. رقم اهو، الرقم ده السيريال بتاع ايه؟ الخلاط. السيريال ده بتلاقيه من خلاط لخلاط مختلف، يعني انا لو فتحت لك واحد تاني هتلاقي السيريال ده ايه؟ مختلف. كويس. طيب مبدئيا كده بيبقى معانا الخلاط، معانا الشفشق بتاعه، معانا المفروض مطحنه، دي كده مطحنه، معانا كبه صغيره. ما شاء الله. كويس. طبعا دي بشكل زي ما قلنا، ودي ده سلاح وده سلاح، باين قوي معانا طبعا. والخامات طبعا برضو هنا بيكون مدموغ ايه؟ مونوليكس فرنساوي. تمام. بارز. بيبقى بارز ومدموغ. طيب احنا قلنا بيجي معاه فيشه ثلاثيه، بتكون فيشه ثلاثيه، بيكون زي ما احنا قلنا هنا برضو ده مونوليكس مدموغ. حلو الكلام؟ كلام سليم. طيب مبدئيا بنعمل ايه؟ هنجيب الموبايل بتاعنا كده عشان نتاكد، بنفتح على الايه؟ على الكيو ار، وبناخد، شايفين انا هعمل ايه؟ العلامه اهي، وهبدا اسحبها اهو كده، سحبتها اهو. هبدا افتح الرابط اللي جالي، جاب لي بيانات الخلاط بالرقم اللي موجود عليه، ميد ان فرنسا، كل حاجه بالنسبه للخلاط اللي انا فتحته برقمه، برقم كل حاجه فيه، بكل حاجه، كله بالفرنساوي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بالرقم بتاعه بكل حاجه. تمام. دي مبدئيا كده انا اتاكدت ان الخلاط ده الأصل. خلاط فرنساوي ايه؟ اصلي. طيب ازاي اركبه؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، هو بيجي كده مفتوح كده، مفتوح كده طبعا عشان يسهل غسيله. طبعا بيجي معاه جوان هنا من السيليكون، والجوان ده بيكون طبعا اصلي، حاجه محترمه قوي. بنيجي كده زي ما انا عملت كده، بدخلها من ورا كده اهو، وباجي بالصاموله بتاعته وببدا ايه؟ اربطها بس كده. طبعا كده خلاص. حبيت افك واغسله طبعا مع الاستعمال، بفك برضو بنفس الفكره من تحت، من هنا الصاموله دي بيطلع معايا، بغسل السلاح بتاعه وبغسل الشفشق بتاعه كويس. طبعا هنا بيكون في امان، من غير الامان ده مش هيشتغل.
يعني انا لو شغلت الكهرباء دلوقتي وحاولت اشغله مش هيشتغل. لازم يكون معانا الخلاط نفسه كده عشان الامان بتاعه. وده شكله النهائي زي ما حضرتك شايفه اهو كده. يعني محدش هيقدر يستغلنا. احنا النهارده عرفنا ازاي لو انا داخل اشتري خلاط بيبقى فيه رقم هنا على الكرتون، بيبقى موجود على الخلاط، بيبقى موجود في الكيو ار لما بفتحه عند التاجر اللي انا بشتري منه الخلاط. لان فعلا الموضوع زاد عن حده وبقى فيه كتير جدا حاجات مضروبه وباسعار متفاوته واشكال متفاوته، يعني كمان مش بشكل واحد. يعني ممكن تلاقي نفس الكرتونه بالظبط، ممكن تلاقي فيه اختلاف بسيط، ممكن. لكن النهارده احنا عرفنا ازاي نقدر نميز عند التاجر واحنا واقفين. انا بشتري حاجه بتقعد العمر كله يا جماعه، فاتأنى وانا بشتري واشوف بشتري من حد محترم وفي نفس الوقت بتاكد.